السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفة الممبار بقى، كل عام وأنتم بألف خير دايما يا رب، من وصفات العيد الأضحى. وهي بصراحة بالنسبة لي وصفات في كل أيام السنة. وصفة جميلة جدا وسهلة. ودايما نقول احنا عاوزين نعملها بحشو زي حشوة الحمام ولا حشو بتاع المحشي. هوريكم النهاردة الحشوة الجميلة، رز مفلفل جوه وجميل اهو زي ما انتم شايفينه بالمنظر ده. وهوريكم خلطة رهيبة ان شاء الله هتعجبكم جدا. هنبدأ بسم الله. الممبار أنا جايباه متنضف كده من عند الجزار، بس أنا خدت عليه برضو عملته بملح ليمون بسيط كده، ورحت برضو غسلاه غسلة سريعة. هنا بس حابة أقول معلومة مهمة جدا. لما أجي أنقع بقى الممبار في شوية مية كده، بنقعه في مية بليمون. ما أحطش خل، الخل بيظهر الزفارة يا جماعة أو أي ريحة غير مستحبة. هنا هنيجي بقى، الممبار بيحب البصل الكتير، حطي بقى بصلتين تلاتة. عندي فلفل هنا كان احمر، وعندي فلفل حامي حاجة بسيطة كده. وهبدأ افرمهم في الكبة. وهاجي احط طبعا في حاجة على النار، زيت خفيف، لان الممبار بتبقى فيه نسبة دهون، والدهون دي هتنزل، فانا مش محتاجة زيت كتير. انا بحط الزيت، ما بحطش سمنة ولا زبدة، علشان الزيت بيخلي الرز مفلفل كده جوه الممبار. حطيت جزء من البصل اللي انا فرمته في الكبة مع الفلفل. وهنا بقى اللي بيدي طعم خطير وريحة رائع النعناع الناشف يا جماعة. جربوه كده وإن شاء الله هتدعولي على التكاية دي. هنا بخليه بس يتحمر تحميرة كده، وبعدين بحط له الصلصة. الصلصة دي بصراحة كانت باقية عندي من صلصة، كنت عاملة فتة. وكان بقى شوية صلصة حلوين كده، فاستغلتهم وحطيتهم، مفيش أي مشكلة خالص. هي فيها سمنتها وفيها التوابل بتاعتها، ومتبقاش توابل كتير، وهتنفعني برضو وتبقى ماشية مع الممبار أوي. لازم اخلي الصلصة دي تقصر كده، وتتسبك قوي وتديني الشكل ده. وهي بتتسبك احط لها شوية خضرة مفرومة، وهي بتتسبك كده بتدي طعم برضو حلو جدا جدا. ما تزوديش عن الملح والفلفل، من شوية النعناع اللي حطيناهم، وخلاص شكرا على كده. مش بكتر التوابل يا جماعة. لما بقى الصلصة قصرت خالص كده، ببدأ احط الرز واقلبه تقلبتين في قلب الصلصة، مجرد ان انا اغلفه بالصلصة كده مش اكتر. ولو في مية تتبخر ويديني الشكل اللي انتوا هتشوفوه ده الجميل ده. شايفين عامل ازاي؟ خلي بالكم انا حاطه على نار هاديه مش نار عاليه، يعني محدش يقول الرز استوى، لا الرز ما استواش ولا خد سوا ولا اي حاجه. هو خد تشميعه بس ومش اكتر. هنا بقى احط باقي البصل مع الفلفل اللي انا كنت ضرباه في الكبه، واحط باقي الخضره واقلبهم مع بعض. ممبار بيحب البصل الكتير يا جماعه، وده اللي بيديله طعم مميز عن المحشي، وطعم مختلف عن خلطه المحشي شويه. قلبتهم بقى مع بعض وظبطت الملح بتاعي، وشايفينه طلع بالمنظر الجميل ده. شايفين ما شاء الله، حبة من حبة. هنيجي بقى الحشو الممبار اللي بيقولوا لازم نجيب قمع ونحشي بيه، لازم نجيب مش عارفة ايه مكنة ونحشي بيها. مكنة ايه يا جماعة؟ بايدينا اهو. بصي افتحي الممبار، طبعا نضيف ما شاء الله زي الفل وعامل ازاي. افتحي بقى الممبار، بحطه بين صابعيني، اللي هو الصغير والكبير ده، اللي انتوا شايفينه ده، الصابعين دول. بفتحه وبزنقه بين الصابعين كده، وببدأ احشيه مفتوح معايا، وبحشيه معايا عادي خالص اهو. مفيهوش اي مشكلة ولا في اي صعوبة ولا اي حاجة. انتي بس هتتعودي على الحركة دي، هتعمليها على طول وتبقى سهلة معاكي. الموضوع موضوع تعود مش اكتر يا جماعة. حاجة مهمة جدا علشان الممبار ما يطقش منك وهو بيتسلق، ودي شكوى بنشوفها كتير، وحد بيقولها كتير، وحد بيسأل فيها كتير. الممبار بيطق ليه؟ الممبار بيطق لما بتحشيه كتير. بصوا يا جماعة، انا حشيت الممبراية هي او الجزء دوت. خلاص انا فضيت من اي رز عليه، وهبدأ اضغطه، هبططه. ما تحشوش رز كتير، هما مجرد ان انا ضغطته وبططته كده خلاص. حتى لو لقيتي رز خرج شيليه. ما تحطوش، ما تحشيش رز كتير، الرز كتير بيخليه يطق معاكي. انما كده يكون مهوي من الطرفين، ويكون متبطط، خلاص تمام، عمره ما يطق معاكي في الميه. دي واحده تانية برضو اهي، بصوا برغم انها ضيقه عن الاولانيه، بس انا فتحتها كده اهي قدامكم عشان اوريكم الحركه التانية سهله جدا وسريعه جدا معايا. آه، يعني سؤال دايما، نخلي بقى الدهن بتاع الممبار من بره ولا من جوه؟ مش فارقه صدقوني يا جماعه، لا من بره ولا من جوه. هو بيسيح في الميه. حتى لو بقى جزء بسيط مفيش مشكله، هو مفيد جدا جدا. عارفين ان الدهون الطبيعيه اللي موجوده في المواشي والخرفان، وموجوده في الحاجات الطبيعيه بتاعت ربنا، هي دي افضل دهون للانسان. ولا كوليسترول ولا اي حاجه. دايما اللي بيبقى فيه المشكله الحاجات المهدرجه، مش الطبيعيه. على النار بقى غليت ميه. هنا الممبار لا خيطته ولا حطيت فيه خله ولا اي حاجه. الميه حطيت فيها بس ورق لورا، علشان يحول الدهون بتاعه الممبار من الدهون اللي هي الصعبه الثلاثيه للدهون سهله الهضم.
الممبار ببدأ احطه في المية معاكم اهو، هو بيروح قافل على بعضه، الجزء او الطرف بيروح خلاص مقفول على الرز من جوه، وما بيطلعش حاجة خالص، ولو انه هيطلع جزء بسيط بس مش مشكلة. ما تجيش مش مستاهلة ان احنا نخيط ولا نجيب خلة ولا نعمل الدنيا، نتعب نفسنا. هنا بقى كان دخل في السوا، شايفين ما شاء الله. وطبعا دي سمنة، الزيت اللي هو كان في الخلطة، وجزء من الدهن اللي هو ساح بسبب ورق اللورا. هنحمره ازاي؟ شوية زيت صغيرين ما تكتريش، هنحط فيهم سنة ملح، معلش انا نسيت اصور خطوة الملح دي وانا بحطها. وهنا الدهون اللي طلعت من الممبار ببدأ اجيبها معايا حبة حبة، يعني ايه، بحاول ان انا اشيل منها حبة حبة احطهم عشان يدي لون جميل جدا الممبار بتاعي وهو بيتحمر، لان هو فيه طماطم، فاللون شوية الزيت دول فيهم لون طماطم، فيديني لون حلو قوي وانا بحمر. هو عمره ما هيطق مني طالما حطيت، ولا عمره هيفرقع ولا يدهول الدنيا لما طول ما انا حطيت فيه سنة ملح في الزيت. هنا بقى التركية، هو بيلزق في الزيت؟ لا مش هيلزق برغم ان الزيت صغير. ليه بقى؟ اول لما حطيته بدأ يتشمع كده، رحت لفيته يعني قلبته، ولحد ما اتحمر وطلع معايا، طلعته على ورق زبدة اتصفى، وبعد كده بقدمه والبقدونس تحتيه والبقدونس فوقيه كشكل جمالي. والطعم رهيب والخلطة رهيبة وريحته هتجيب لآخر الدنيا. وشايفينه طبعا عامل ازاي، ولا واحدة طقت ولا واحدة فتحت ولا واحدة حصل فيها أي حاجة. وطبعا بيكش شوية لكن هو تمام قوي. شايفين بقى الخلطة من جوه عاملة ازاي؟ ما شاء الله اللهم بارك. الصلصة بتاعته مظبوطة حلوة، مش كتير الأحمر قوي ولا فيه أي حاجة مبالغة، هو بس زودي البصل فيه هيبقى معاكي تمام ومنتهى الجمال. وصفة من وصفات عيد الأضحى، كل عام وأنتم بخير، وأتمنى إن انتم تجربوا الوصفة. ما تنسوش الدعوات الجميلة والكومنتات الجميلة والشير لو عجبتكم الوصفة. ودمتم دايما يا رب بألف خير، كل عام وأنتم بألف خير دايما يا رب. عيد مبارك وسعيد عليكم يا رب.